السلام عليكم احبابي. اليوم عندنا طبخة عوال. بالبداية عندنا بصل وثوم وطماط مع زيت عربي، نحمسهم مع بعض بالزيت العربي لين يتجانسان مع بعض. بعد ما يتجانسان مع بعض نضيف عليهن قليل من معجون الطماط ونقلب. بعد ما نقلب عندنا اللي هو العوال مطبوخ سابقا نص طبخة، نضيفه على المكونات ونقلبهن مع بعض. ثم نضيف بهارات بزار وبابريكا وكركم وليمون وورق غار وقرفة وبهارات صحيحة وهيل وحب فلفل أسود وكل البهارات اللي مطلوبة صحيحة، نضيفهن على العوال ونقلب حمسة بسيطة. ثم نضيف الماء الساخن، ضروري يكون الماء ساخن أفضل عشان سرعة الغليان. بعد ما نضيف الماء الساخن لين نغطي مستوى الكمية الموجودة عندنا من العوال. بعدها نار عالية، بعد ما يغلي عندنا المرق نضيف اللي هو الرز الكمية المطلوبة، نخليه على نار عالية لين يوصل لهذه المرحلة. ثم نهدي النار. بعد ما يوصل عندنا الرز بهذه المرحلة نهدي النار أقل شيء ونغطي بالقصدير ونخليه لمدة 15 دقيقة إلى 20 دقيقة على نار أهدى من الهادي. وعندنا هذه بعد ما كمل 15 دقيقة، وهذا الشكل النهائي. وعليكم بألف عافية، لا تنسونا من الاشتراك والقناة.